بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم فيديو جديد ويوم جديد. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد أنا بعمله. وحشتني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. بصوا بقى كده، النهاردة كده قمت من بدري، قايمة أنا وأختي بايتة عندي الصغيرة، عشان يونس لسه تعبان، فهي صراحة جاية توليه معايا شوية كده، عشان انا في شوية شغل كده في البيت عايزة اعملهم. وكمان صراحة عشان بكرة الجمعة، فهي بتيجي ساعات تاخدني، يعني بتيجي تبات عندي هي الاربع يا الخميس، وبتيجي تاخدني انا ويونس وبننزل نروح عند ماما. فقمت كده حضرت الفطار ليها وليا. بعمل السندوتشات دي. بسخن كده الطاسة وبفتح العيش اللي هو الشامي، بحط فيها بيضاية وبحبة فلفل اسود بحبة ملح، واقلبهم كويس. واي بقى حشو عندك، زيتون، لانشون، جبنة مثلثات، وبقفلها كده وبحط في الاخر جبنة مبشورة، عندك جبنة موتزاريلا تقدري تحطي. وبقلبها من ناحيتين كده برشة زيت، بتبقى حلوة قوي قوي قوي. وجبت صراحة كده كيس شيبسي، وده كان فطارنا. حتى قلنا نعمل قهوة وكده، فصراحة ما عملتش، سبت لها بقى يونس كان نايم جنبها. وقلت بقى قوم انا اشوف ايه اللي ورايا. الدنيا هنا من ساعة العيد انا ما جيتش جنب البلكونة. طبعا ملاحظين الغسالة مليانة تراب، اللي كان فيه غسيل عايز يتنشر، الحاجات اللي في الارض كلها عايزة تتنفض. المهم بقى فتحت الستارة كده وقلت نور ربنا يدخل. انا بحب بجد بجد بجد، بحب النور بتاع ربنا لما بيدخل في البيت كده، بيبقى احسن من اي نور والله كهربا. أي- بحس كده بالبيت فيه راحة نفسية حلوة قوي. المهم شلت بقى كل اللي كان في الارض ده، نفضت كده الدفاية. آه، انا فرشه الدفايه دي في العيد كانت مليانه تراب، هي فيها تراب بس، لكن نضيفه ما فيهاش بقع ولا حاجه، لان احنا اساسا ما بنقعدوش في البلكونه. يعني انا يا دوبك بس بفتح البلكونه عشان انشر، اكتر من كده ما بفتحش البلكونه. عشان انتوا لو شايفين الركن اللي جنب الغساله ده، في بقى مسحوق وفي كلور وفي حاجات، فيونس ربنا يحميه بيزحف وكده، فبخاف ان انا اسيب البلكونه مفتوحه ولا حاجه، او ساعات بخاف ان انا اخده معايا جوه البلكونه يلعب في حاجه وانا مش اخده بالي. المهم بقى لميت حاجات كتير كده دخلتها جوه، وكان في توم. التوم انا بعلقه، كان جوزي جايب لي توم بكميه اللي هو بتوع السنه بقى كلها كده، بعلقها على السلم. وكان في عزكم الله كوتشيات وحاجات حطيتها كده في الجزامه. برضو الجزامة انا كنت حطاها الاول على السلم، فانا دخلتها من على السلم عشان الباب اللي من فوق اللي على السطح ده بينقط كده عليها، فصراحة خفت تبوظ. شلت بقى كل كده السفنج، وشلت الشلت اللي كانت في الارض، وهروح اكنس الارض كنسة كويسة. الترابيزة دي كانت مليانة تراب، ويونس كان كابب الدبابيس في الارض، مزاجه ان هو يكب الدبابيس في الارض ويسيبها لي متبعترة. لميتها بقى كده كلها، مسحت بس برضو السبت اللي انا بحطه فيها. السبت كان مليان برضو تراب، والسبت الابيض اللي هو بتاع الغسيل ده مليان غسيل لسه كان عايز يتنشر، والغسالة كمان كان فيها غسيل. نشرت الغسيل اللي هو كان في السبت، واخدت كمان الغسيل اللي كان في الغسالة. لو مش عارفة هتشوفوا معايا ولا لا، في كده حبل انا عاملاه جوه البلكونة رايح جاي كده. صراحة بعلق عليه كده الغسيل كده على نصين عشان اخلص لما بكون منشرة بره وجوه. كنست بقى الارض كده كويس. انا شلت ليه؟ شلت عشان انضف ويبقى في برضو نظافة كده، لان التراب بيدخل عليا، بيدخل يعني على على الشقة جوه. فقلت الحاجة تبقى نظيفة، البلكونة تبقى نظيفة عشان ما يتخشليش تراب، وحتى لو يونس دخل مع باباه ولا حاجة برضو الدنيا تبقى نظيفة في امان. وكمان في شوية حاجات كده عايزة اغسلها. عندي البطانية دي خلاص، حاسة ان الدنيا بدأت تحرر شوية، يعني اول لما عشان انا في الاخير وما فيش الا انا العمارة الوحيدة اللي عالية، فما فيش حواليا حد.
فاول لما الشمس بتضرب في الحيطان بحس بسخونية جامدة جدا، فالصبح بنبقوا حرانين قوي. فقلت اطلع بطانية خفيفة كده استغطى بيها انا ويونس، والبطانية اللي هي التقيلة دي بقى قلت اغسلها واشيلها ان شاء الله ان شاء الله للشتا الجاي تبقى نضيفة. انا بحب اشيل البطاطين نضيفة، ما بحبش اشيلها كده وبعد كده اطلعها افرشها يعني، وبعد كده لما ابقى استخدمها تاني اغسلها. لا انا بحب الصراحة اشيلها نضيفة، بحط لها كده شوية دوني، شوية كوركس الوان. بس البطانية اللي انا حاملاها دي، اللي انا هنقعها في الكروانة الكبيرة دي، ما شاء الله كبيرة. ف بعملها معاملة ان انا هغسل سجادة. جبت بقى كده الغسيل الابيض نشرته. كان بصوا عايزه اقول لكم ان الهوا بالشمس حلو جدا جدا. انا زي ما بقول لكم اليوم ده صاحيه كانت تقريبا 10:30 كده، فكانت على الساعه 11 انا كنت بنشر، وده لاول مره واول يوم ان انا اصحى بدري. وتصدقوا بالله طلع ان الصحيان بدري مفيد وحلو وانجزت يومي. وهو يعني انا بمنتج لكم الفيديو دلوقتي الساعة 8. خلصت وعملت الغدا، بس الصراحة ما جبتش معاكم واتغدينا، فانجزت يومي من بدري فعلا. الصحيان بدري ده خير والله وبركة في البيت. المهم بقى كده خلاص نشرت وخلصت. هدخل بقى على اوضه النوم، وانا اسفة جدا جدا على بشاعة المنظر بتاع الأوضة. بصوا الأوضة كانت متبهدلة خالص والله. عيا يونس هو اللي خلاني ان انا اهملت فيها كده يعني. بصوا مش هتكسف منكم انتوا اخواتي وحبايبي، انا بقالي اسبوع نايمة على الطقم ده. ويونس بقى ساعات كده يقوم ربنا يعفي عنه يا رب، يقوم شوية يلعب شوية، وطول النهار ماسك فيا. وحتى السراحة حساها زحمة قوي، طبعا شفتوه على الباب اهو. قمت بقى وكان في غسيل عايز يتحط كده يتحط في الدولاب، قمت ظبطت كده شوية حاجات في الدولاب. وكان في غسيل كده حطيته في الدولاب. كان في حاجات واقعه من فوق كده عدلتها، وطلعت بقى طقم جديد نضيف احطه فيه على السرير. وكل الغسيل اللي طبقته والاول مره كنت يعني بصوا والله انا زعلانه جدا جدا من نفسي ان انا كنت سايبه الاوضه كده. معايا السجاد الحمد لله نضيف يعني، السجاد مش مفهوش بقع ولا حاجه، بس الدنيا متبهدله ومليانه تراب. التراب ده بجد كان الوقت بتاع العاصفه ده، الترابيه اللي جيت علينا بجد بهدلت لي الدنيا. وانا والله يعني مش قادره اقول لكم انا كنت عامله ايه في البيت. بس الحمد لله زي ما قلت لكم قبل كده خير. عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ظبطت بقى كده الدنيا، وهروح على الضرفة التانية وبرضو اشيل هدوم جوزي. لسه برضو يعني بصوا ان المشكلة بقى ان انا كل يوم بعمل حاجة. يعني مثلا النهاردة عملت اوضتي وعملت مثلا البلكونة، بكرة عملت اوضة يونس وعملت الصالون. يعني لما كل يوم بعمل حاجة ده كويس ليا، بس عقبال ما بعمل حاجة تانية يعني لو مثلا النهاردة عملت أوضة يونس، بكرة أوضة يونس اتبهدلت والأوضة التانية اللي هعملها هي اللي نضيفة. فبجد الشغل ما بيخلص، والبيت أساسا ما بيخلص. المهم بقى خلصت كده هروح اشيل الطقم اللي على السرير ده، ورجعت كده المخدات على الكرسي اللي في وش اللي تحت الشباك. وهنفض السرير بقى كده، وهروح اجيب مش عارفه ليه اللي خلاني عملت كده، بس يعني كنت محتاجه ان انا اشوف السرير نضيف عشان اقول ان الدنيا تخلص. انا بقى شلت هنا السجاده اللي هي كانت جنبي اللي هي في الارض، وهشيل السجاده التانية. وقعت كده بقى المرتبه في الارض. المراتب من ناحيه انا حاطه تحت اللهم الهمني بالشهاده، حاطه كراتين وكده، فالكراتين بتخلي المراتب تتزحلق. المهم رحت قلبه المرتبه كده ونفضتها. بصوا انا كنت اللي متابعني وبيشوف فيديوهاتي وانا حامل، انا كنت بقلب المرتبه دي وانا حامل وكنت زي الفل. بعد ما ولدت والحمد لله الحمد لله والله انا احسن من غيري. فعلا الست بعد الولاده بتتغير
صحتها بتقل. الحمد لله يعني دلوقتي بيطلع عيني لغاية لما بقلب المرتبة. انا بحب المراتب القطن، وفي نفس الوقت مش عارفة يعني. بس انا عموما بحب، يعني ماما كانت ربنا يخليها لي كانت جايبه لي مرتبة تاكي، فخليتها هي تاخدها، وانا كان بابا الله يرحمه جايب لي القطن وشايله من زمان. فلا خلاني يعني قلت لها لا انا مش عايزه المرتبه التاكي، وخليني اخد انا القطن. وكانت جايبه لي ربنا خلالي القماش بتاع المراتب، وكانت شايلهولي وكده. بس ايه اللي خلاها تجيب لي مرتبه تاكي؟ يعني هي كانت عايزه تبسطني، فانا قلت لها لا خليني في المرتبه مراتب القطن، انا بحب القطن. فممكن قدام شويه لو ربنا كرمني عايزه اغير، ممكن اغير، هنشوفه. المهم بقى طلعت الطقم ده، والطقم ده بتاع بابايا كان جايبولي من السعوديه، الله يرحمه وينور له قبره يا رب. الطقم ده ملايتين، ملايه استك وملايه مفروده. فكان هو جايب طقمين، فانا اديت لاختي الصغيره الملايه الاستك بتاعت دي، واخدت الملايه الاستك بتاعت الطقم التاني. يعني بص، خدنا حاجه من هنا وخدنا حاجه من هنا. ربنا يرحمه يا رب ويرحم امواتنا واموات المسلمين اجمعين يا رب العالمين. رحت بقى كده فتحت الشباك ولميت كده الستاره ونفضت الشباك. بص انا كنت عامله الشيش كده كانه شمسيه قافلاه، يعني مش فاتحاه قوي. بس انا بقى حبيت، الدكتور قال لي عايزك لما رحت بيه ليونس وكده، يونس بيطلع له حبوب كده في وشه. قال لي عايزك تهوي البيت، مع اني والله انا الشباك ده ما بقفلهوش صيف شتاء، ما بقفلهوش. بس قلت يلا مش مشكله، افتح النيش قال افتح الشيش واخلي الشمس على طول داخله كده جوه الاوضه. المهم بقى فتحت الشيش كده ومسحته وخليت الدنيا زي الفل، ومسحت العلاقه بتاعه الهدوم دي، ورحت مسحت كمان الكرسي بتاع السراحة. ده كرسي السراحة بيتفتح كده، واحلى حاجة فيه ان انا شايلة فيه حاجات، يعني الحاجات كمان اللي مش لازماني شايلها فيها. رحت بقى كده كنست كمان من ناحية كده من الارض. وجبت بقى، بصوا الازازة دي انا حاطة فيها صراحة ما عنديش مزيل، ما عنديش اللي هو اللي اسمه ايه بتاع الازاز. انا مش مركزة والله العظيم، انا عايزة انام ويونس صحى وخايفة اسيبه، مش بيرضى يقعد قوي. يعني بص هو يلعب مع اختي شوية كده وبرضه يجي يبص عليا، فمش عايزاه يعيط. المهم نرجع لمرجوعنا. ما عنديش اللي هو البتاع بتاع المرايات، فحطيت كده في الازازة شوية مية وشوية معطر وشوية خل، وبمسح بيها كده بالفوطة اللي هي ميكرو فايبر، بمسح بيها كده الكوميدينوهات. وجايبه كمان اللي هو بتاع الخشب ده حلو قوي، وكمان للجلد بيبقى حلو. الكابتونيل اللي هو على السرير عندي ده مش جلد، ده مش قماش، انا اسفه، ده جلد، فبمسحه بيكون حلو قوي. هنا صراحه ما جبتش معاكم برضو ان انا فرشت مفارش، لكن انا جبت مفارش وفرشتها. رحت بقى هنا بصوا كمان ما حبيت ان انا امسح المصحف، برضو مسحت المصحف وحطيته. رحت بقى كده على الدولاب، ومش قادره اقول لكم الدولاب كان معشق تراب ازاي. المهم مسحته، لمعت المرايات، مسحته من جوه. مش قادره اقول لكم التراب والله العظيم داخل لغايه جوه. وهنا يونس كان ماسك الببرونه بتاعته فيها لبن، راح قلبها لي من ناحية الهدوم كده بتاعت الخروج، فكلها جت من الناحية دي، فمسحتها كده ومسحت المرايات وخليت الدولاب زي الفل. هروح بقى بصوا كده على السراحة. بصوا السراحة، كام حد قال لي السراحة زحمة قوي بتاعتك؟ والله انا يعني في حاجات كتير قوي 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 شايلاها من على السراحة. يعني انا مش حاطة البرفانات كلها، فانا حاطه حاجات بسيطه بس. دي الحاجات البسيطه اللي احنا بنستعملها، كام ازازه برفن كده ليا ولجوزي، الكريم، اللوشن، حاجات بسيطه قوي. وحاجات برضو الزيت بتاعت يونس، بس مش حاطه يعني حاجات اوفر.
التوك اللي بستخدمها زيت الشعر بس. لكن والله الحاجات بصوا هتلاقوا هنا حتى جنب الكومودينو في بوكس كده انا شايله فيها البرفانات كلها، يعني الحاجات اللي هي بتاعت جوازي انا شايلاها. وانا اساسا ما جبتش كمان ساعه الجواز مكياج، جايبه حاجات بصوا بسيطه قوي كده، يعني ان انا حطها ان انا اصلا ما بحبش المكياج. المهم بقى رحت كده جبت المكنسه بالكهرباء. انا معرفتش اشيل السجاده اللي من ناحيه السراحه دي لانها تحت السراحه، وصعب ان انا اشيل السراحه صراحه. جوزي هو اللي بيشيلها معايا، يعني هو بيرفعها لي كده وانا بشيل وانا بشد السجاده او بفرشها. لكن لوحدي كده مش هعرف، ولا اختي هتقدر ان هي برضو تيجي معايا. المهم ان انا كنستها كنسه كويسه جدا، ورحت بقى كده كنست الاوضه كلها. وهروح بقى بالازازه دي انا حاطه فيها زي ما بقول لكم دوني ومعطر، وجبت بقى الشرشوبه. صراحه ما رضيتش اجيب ميه كتير بقى واكب، ان هي برضو انا قلت لمع الارض بس، هي الارض نضيفه مش محتاجه ان انا يعني اسيق والكلام ده، لا انا بس لمعت الارض. هنا برضو شلت بس الكروكس ده، الكروكس ده جديد اساسا ما اتلبس. مطلعاه كده، يعني لو حد جه، اختي ساعات بتلبس يعني هتلبسه بطلعه بس لما يبقى حد يجي، لو هيلبس حاجه محتاج بس سليبر في رجله او حاجه. فرشت بقى كده السجاد، وبعد ما فرشت السجاد كمان كنست الارض. ودي بقى كان شكل الاوضه. هنا يونس دخل عشان ينام. هنا بقى كده وصلنا نهايه الفيديو. يا رب الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد. استودعكم الله في امان الله، مع السلامه.